مساء الخير أعزائي المشاهدين. بيتجدد اللقاء مع دلتا مصر، فريق عمل اليوم الخميس. زي ما حضراتكم عارفين بنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار القومية والمحلية، بالإضافة إلى بعض التقارير المصورة، ثم بنفتح ملف، والنهاردة ملف هام جدا عن كلية الفنون الجميلة جامعة طنطا. بالإضافة نتابع مع حضراتكم كل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تابعونا بعد الفاصل. عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وبنستهل الأخبار مع حضراتكم خلال افتتاح وتشغيل مجمع المدارس بأرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر اليوم. رئيس الوزراء هذا المشروع يؤكد تمام نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة المصرية في عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبتتطلع الدولة المصرية لإنشاء 300 مدرسة على الأقل من هذا النموذج. وأكد رئيس الوزراء مستعدون كدولة فورا لإقامة هذه المدارس على أراضي ومواقع مميزة بالمحافظات، كما أيضا أكد من الممكن استغلال المباني الحكومية الصالحة لذلك. أيضا في ختام أسبوع القاهرة السادس للمياه، شهد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية الحفل الختامي لأسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي انطلق الأحد الماضي تحت عنوان العمل على التكييف في قطاع المياه من أجل الاستدامة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين. رئيس الوزراء يتابع مؤشرات الإيرادات العامة للدولة وإجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي. رئيس الوزراء بيلتقي والشيخ الدكتور سعيد بن حمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية. الصحة وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة لعلاجهم بمصر. وزير الخارجية سامح شكري بيلتقي وزير خارجية تايلاندا في القاهرة. وزير الشباب والرياضة يتابع ملف تشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال حزمة من البرامج والأنشطة. وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الختامية لمشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ 28 بأبو ظبي. قافلة مساعدات الأوقاف المصرية الثانية تنطلق لمعبر رفح اليوم. وزير التنمية المحلية بيتلقى تقريرا من جهود مبادرة صوتك مسموع خلال أكتوبر 2023. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يشهد ورشة عمل تفعيل دور المجتمع المدني في دعم المدارس المجتمعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمواجهة التسرب من التعليم. وزير الزراعة يتابع منظومة التحول الرقمي وميكنة خدمة الحجر الزراعي والصادرات والواردات. يعني يمكن بنؤكد أن وزير الزراعة طبعا بيتابع منظومة التحول الرقمي وميكنة خدمة حجر الزراعة. يمكن بعد ما تمام مع حضراتكم أهم الأخبار القومية، نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار من محافظات الدلتا.
مرة أخرى أعزائي المشاهدين، بعد ما تابعنا مع حضراتكم أهم الأخبار القومية والمحلية، بنجدد ترحاب بحضراتكم مرة أخرى ونتابع أهم التقارير المصورة. دايما متعودين إن احنا بنتابع أهم التقارير من خلال محافظات الدلتا الخمسة. يمكن أيضا أعزائي المشاهدين حضراتكم عارفين إن منطقة الدلتا غنية بآثارها المصرية وآثارها الإسلامية، ويمكن فوق مطوبس بمحافظة كفر الشيخ فيها تلت الآثار الإسلامية، بالإضافة إلى آثار كثيرة جدا. ومن أهم هذه المناطق الأثرية متحف آثار طنطا. متحف آثار طنطا يعد واحد من أهم وأقدم المتاحف الأثرية الإقليمية، وكانت البداية الأولى للمتحف في عام 1913، حيث خصصت قاعة من مجلس البلدية بطنطا لعرض بعض الآثار، وفي عام 23 تم غلق المتحف لمدة 12 عام حتى افتتاحه مرة أخرى من قبل وزارة المعارف المصرية، وفي عام 1957 تم نقل مكانه إلى مدخل سينما البلدية، وتم إغلاقه للمرة الثانية في عام 81، وتم نقله إلى موقعه الحالي، وتم افتتاحه عام 90، وأصبح مبنى مكون من 5 طوابق. ثم في عام 2000 تم إغلاقه مرة أخرى من قبل قطاع المتاحف والمشروعات بوزارة الآثار لاحتياج المبنى إلى الترميم والتطوير، وتخصيص أكثر من 13 مليون جنيه لتطويره، وإعادة افتتاحه بعد تحديثه وإعادة تأهيله في 31 أغسطس 2019. شملت أعمال التطوير ترميم المبنى كامل، وتجديد شبكات الكهرباء، وتزويده بكاميرات مراقبة ووحدات إنذار ووحدات إطفاء، وأيضا إجراء بعض أعمال الصيانة لإظهار الشكل الحضاري لهذا المتحف العريق بالقطع الأثرية به بعد غلقه 19 عام. افتتح المتحف وتم افتتاح أبوابه أمام الجمهور من جديد، ويضم المتحف مقتنيات أثرية من مختلف العصور التاريخية، بدءا من عصر ما قبل الأسرات حتى العصرين اليوناني والروماني، وبعض المقتنيات من الفن القبطي والعصر الإسلامي، المعروضات نتاج عظيم للتنقيب الأثري التي جرت في المواقع الأثرية بالمحافظات، إلى جانب مقتنيات من العديد من المواقع الأثرية بمصر. وبيعرض بالمتحف مجموعة آثار عددها 2050 قطعة أثرية، من بينها 1208 قطعة عملة، وتغطي تلك الآثار تاريخ مصر من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالعصور المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية وصولا للعصر الحديث. عايز اقول انه هو اقدم متحف اقليمي على مستوى الجمهوريه. الفكره بتاعته كانت من 1913، تم اختيار مبنى يسمى مبنى البلديه خاص بالمدينه، واتحطت فيه الاثار، واستمر لغايه 1957 ثم توقف لغايه ثمانينات القرن الماضي. رجعت الفكره مره ثانيه وبدانا العمل، وافتتح في 29 اكتوبر 1990. استمر 10 سنوات، اتقفل في سنة 2000 لغاية 2017. بدأنا في إعادة الفكرة مرة تانية. نتكلم على متحف 5 أدوار، الدور الأول خدمي، الدور الثاني والثالث لعرض القطع الأثرية، الدور الرابع قاعة للمحاضرات، الدور الخامس مبنى إداري للمفتشين والإداريين. في أكثر من 2000 قطعة، نصفهم من العملات الصغيرة، والنصف الآخر قطع مكتشفة إما في محافظات الدلتا المختلفة، وبعض القطع التي تبرز عقيدة المصري القديم في الفكر والبعث والحساب. والمعرض ليس فرعوني فقط، ولكن فيه آثار من العصرين اليوناني والروماني والإسلامي والمسيحي،